بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والحقيقة إن الحديث بيبين ضرورة إن تكون حياة الفرد المسلم فينا سواء ذكر أو أنثى إنها تكون منظمة، معروفة المقاصد والغايات، هدفك في الحياة إيه، وإنها تكون كمان معلومة المسالك والخطوات. كل خطوة المسلم بياخدها لابد إنها تكون محددة ومعروفة ومخطط ليها قبل ما يخطوها، بداية من تنظيم وقته خالص من البداية، مرورا بتنظيم حياته سواء كانت حياته الصحية أو حياته المالية أو حياته العلمية والعملية، بحيث تكون حياته كلها واضحة المعالم وخطتها معروفة كويس جدا بالنسبة له. والحقيقة مفيش شك أبدا إن تنظيم الوقت مع التخطيط السليم بيكون ليهم فايدة مهمة جدا جدا وكبيرة جدا للمسلم، بتوفر عليه كتير من الجهد وكتير من العمل، وبتقيه إنه يقع في خطط عبثية تضيع مجهوده وأوقات بتضيع ماله وممكن تخليه يشعر بالإحباط. حلقتنا النهاردة هتدور حول أهمية التخطيط في حياتنا، لماذا نخطط، وما هي فوائد التخطيط، مع ضيفتنا الأستاذة أمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية ولايف كوتش في التخطيط الشخصي وتطوير الذات. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أمال. أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى أهلا وبمتابعاتك ومرحبا. ومتابعات برنامجك قوارير. تسلمي. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة الحياة بشكل عام لابد إنها تمشي بتخطيط، من أصغر شيء بنعمله في حياتنا لأكبر شيء. هيبقى السؤال المهم جدا اللي بيطرح من كتير من الناس: أولا، ما هو التخطيط الشخصي أصلا بالنسبة لي، وإيه هي فوائده، إيه اللي هيعود عليا من التخطيط؟ التخطيط الشخصي زي ما حضرتك ذكرتي، يعني هو يعتبر اللبنة الأولى للنجاح، لأنه كل ما خططنا بشكل أفضل وأصبح عندنا تجربة مع التخطيط وخبرة، كل ما كانت نجاحاتنا يعني أبرز وأوضح، وأصبح لنا إنجازات في الحياة بشكل عام. فعموما التخطيط هو تنظيم وترتيب الباطن، اللي هي أفكار، مشاعر، أحلام، طموحات، ترتيب وتفكير الباطن من مسؤوليات وطموحات وأحلام، بالإضافة إلى تحريك الطاقة الموجودة فينا اللي هو العمل. يعني هو الترتيب وتنظيم الباطن مع العمل، تحويل الإرادة إلى عمل. أديكي مثال بسيط. مثلا السيارة لما تيجي نحركها مثلا أو نبغى ناخدها من نقطة ألف إلى نقطة باء، اللي تحتاجه الآتي: تحتاج مجموعة من الأدوات والآلات والمحركات في الداخل، وتكون منظمة ومرتبة بشكل معين، بحيث إنه كل أداة أو كل آلة وكل جهاز يعني يعمل في مكانه في الوقت المناسب، في مكانه الصحيح بالضبط. مظبوط. فهنا أصبحت منظمة ومرتبة من الداخل وأيضا من الخارج، الهيكل الخارجي، بحيث إنها تقدر تتحرك من المكان إلى المكان الآخر بسلاسة وبهدوء. اللي حيصير إيش؟ عشان نحركها هنبث فيها طاقة، نبث فيها الطاقة الكهربائية اللي هو بالمفتاح، يعني نعطيها طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة حرارية يحترق الوقود، تتحول إلى طاقة ميكانيكية تتحرك الماكينات والمحركات، فبالتالي السيارة تتحرك. نفس الشيء البني آدم الإنسان يبغى له ينظم داخله ويرتبه، بالإضافة إنه بعد التنظيم والترتيب يصير يقدر يشتغل على الأشياء اللي رتبها أو الأولويات اللي حطها كخطة. ممتاز. فوائده دي النقطة بقى مهمة جدا، فوائد التخطيط.
في بعض الناس أستاذة أمال شايفة إن التخطيط يعني ملوش فوايد، أو مجرد إن أنا بضيع وقتي، إن أنا أقعد أمسك ورقة وقلم وأقعد أخطط وأكتب، فسيب أمورك على الله وامشي كده. يعني زي ما الناس تقول احنا ماشيين بنور الله يا جماعة، انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ هنخرج خروجه هتقول لنا نخطط، هندخل دراسة هنخطط، خليها ماشيين كده وتكلنا على الله سبحانه وتعالى وهتبقى زي الفل. انت ايه رأيك في الكلام ده؟ هذا موجود بكثير، وحتتفاجئي من نسبة النسبة المئوية في دراسات يعني استشرافية اتعملت. يقول لك إنه هذا يجيبنا للنقطة الثانية اللي هو ليش الناس ما بتخطط. الناس لا تخطط لأنه يعني سبحان الله 97% من سكان العالم لا يخططون، ولثلاثة أسباب. 70% منهم لا يعرفون أن هناك شيء اسمه تخطيط، أو إنه يعني يكونوا سمعوه سمع بس، إيش هو، إيش فوائده، إيش نتائجه، مقوماته، ما عندهم فكرة عنه. ما عندهمش إيش علم بالفايدة اللي هتعود عليهم من التخطيط. بالضبط، ما في وعي كافي. مم. طيب 20% ما يبغوا يخططوا أساساً. يقول لك أنا ليش أخطط؟ زي ما حضرتك قلتي، أخطط وأتعب ليه؟ لأنه التخطيط أصبح عنده مرتبط بألم من تخطيط سابق، أو إنه شاف مثلاً ناس خططوا وما نجحوا في حياتهم لسبب ما، أو كما يتراءى له، أو إنه هو يمكن يكون خطط تخطيط ضعيف، أو إنه ما حسبها حسابات صحيحة، أو إنه فشل في تخطيط ما في يوم من الأيام، فبالتالي خلاص أصبح عنده فوبيا، أو ما وصل لمرحلة الفوبيا، لكن أصبح عنده نفور من فكرة التخطيط. بالظبط. 10% من الناس عندهم فكرة خاطئة عن التخطيط بسبب معتقدات دينية، اللي ايه هو علاقة يقول لك، المعتقدات الدينية بالتخطيط؟ حضرتك قلتيها قبل شوية، إحنا اللي هو ماشيين احنا بنور الله. ماشيين بنور الله. انا ظنيت يعني رأي اخر ان فيها جزء من الحرمانية او ما الى ذلك، فده اللي خطر ببالي من كلمة يعني معتقدات دينية. نعم، لأنه عارفة ناس كثيرة تقول لك إحنا نخطط، استغفر الله، يعني الله قادر على كل شيء، بالظبط والقضاء ربنا ده بالقدر. تخطيط انا سمعت كتير يقول ده تخطيط ربنا لينا اعظم تخطيط. هو طبعا الله سبحانه وتعالى صحيح. يعني كاتب يعني كل اقدارنا وكاتب لنا كل حاجة، ولكن في مقولة كده دايما تتقال: الله سبحانه وتعالى يعني عرف بالعقل، يعني بالضبط. وعقلها وتوكل. ما تبقاش صح امورنا كده ماشيين بتواكل، مش توكل على الله. صح صح، وهو هذا يقولوا لك الإيمان بالقضاء والقدر. وطيب صحيح، هو كلنا إحنا مؤمنين بالإيمان بالقضاء والقدر، وما عندنا مشكلة، ما في خلاف على هذا الشيء، لكن يعني وين السعي؟ وين العمل؟ وين بالظبط. عقلها؟ بالظبط. يعني فهنا تختلط الأمور على بعض الناس. مم. للأسف يعني الفوائد الجمة والهائلة اللي بيحصل عليها الإنسان ما بيشوفها إلا يكون مر بالتجربة هذه مم. ووعى بها. فعندنا يعني طيب واحدة نتكلم من عن الفوائد، نقول أهم الفوائد اللي هتعود على أي حد بيخطط لحياته لمستقبله، لحتى أبسط حاجة ممكن يكون بيعملها. أنا أعرف نساء يا أستاذة أمان لما بتيجي تخرج تروح السوبر ماركت بتخطط هي هتخرج الساعة كام، هتجيب إيه، معاها قائمة. لو ما لقيتش في المحل ده أنا الخطة حاطة بلان بي، الخطة التانية هروح الماركت الفلاني، فبتبقى مخططة لنفسها هتعمل ايه. فخلينا نشوف اهم فوائد التخطيط لينا. أوكي. الجميل إنه بيكون عندك وضوح للرؤى، يعني على المدى البعيد الأمور بتكون واضحة بالنسبة لك. يعني زي ما قلتي بتكون عاملة بلان بي، إنه لو ما لقيت في المحل الفلاني الحاجة الفلانية حروح للمكان الفلاني. واضح الموضوع، واضح، يعني ما يبغى له مثلا إنها تقعد تخمن، تتوتر، ترتبك، يا ربي إيش هعمل، ما في داعي، خلاص. حاسبة حساب الحاجات اللي ممكن تحصل مفاجأة، الطوارئ. أيوة، خلاص الأمور واضحة وما في أي مشكلة لقدام إن شاء الله. يعني الشغلة الثانية إنه تحويل الأحلام إلى واقع ملموس. يعني أنت لما تيجي تخططي مثلا لدراسة، لعمل، لبناء منزل، لشراء سيارة، لعمل بزنس، أيا إيش ما كان، لتربية
ناجحة مثلا، لحفظ قرآن، لتدبر، لخروجه زي ما قلتي. يعني حتتحول أحلامك أو رؤيتك اللي أنت كنت شايفاها، نفسي يصير كده، نفسي أسوي زي كده، أو أتمنى أحصل على كده، هذه حتتحول إلى واقع ملموس حتعيشيه لأنك خططتي صح. ممتاز. النقطة الثانية المهمة جدا إنه الإنسان حيصير يتحمل مسؤوليته، مسؤولية الخسائر التكتيكية اللي إحنا نقول عليها. ليش؟ لأنه واعي بالنتائج الإيجابية اللي حيحصل عليها بعدين. خسائر تكتيكية زي مثلا إرهاق، تعب، مثلا خسارة مبلغ معين في بزنس، في مشروع. يعني بتكون في حاجات كده الواحد ممكن يخسرها في الطريق للنجاح اللي يأمل له. نعم. طيب، اتكلمنا عن فوائد التخطيط. طيب أنا اقتنعت بكلام حضرتك، أي حد من مشاهدين قوارير مقتنع بكلام حضرتك وشايف إنه المفروض يبدأ يخطط لحياته، ولكن مش عارف هل التخطيط أصلا له متطلبات أو له مهارات لابد إنها تكون متوفرة فيا علشان إن أنا أقدر أخطط؟ هل التخطيط له أركان محددة أصلا علشان أتبعها وبالتالي يكون تخطيطي مثمر؟ مظبوط. التخطيط الشخصي يحتاج أهم شيء إلى إرادة قوية، يعني يكون عندك إرادة ووعي بأهمية هذا التخطيط. يعني أنا مجرد ما عندي الإرادة خلاص أنا أبغى هذا الشيء يصير، إرادة قوية جدا زائد وعي، ملمة بالموضوع، إيش هو التخطيط الشخصي، إيش يعمل، إيش يسوي، إيش المفروض اللي أسويه، بعدين على إيش حأحصل بعد ما أخطط. هذه الأشياء كلها أكون ملمة بها. طالما أنا عندي إرادة قوية ورغبة قوية وعندي وعي كامل وملمة بهذا الموضوع، حيصبح عندي قدرة على العمل على الخطة. أهم 3 أركان هي الإرادة القوية، الوعي التام بالموضوع، زائد القدرة على العمل على الخطة. يعني ما أشطح مثلا بخيالي، أتأمل إني أعمل خطة صعب علي تنفيذها، لا، أعمل على خطة أستطيع أن أعمل عليها، يعني أشتغل عليها وأحرك السيارة، يعني زي ما قلنا في الأول في المثال السابق. نعم. طيب، معنى كده إن التخطيط مش مقتصر على الكبار فقط أو على الناس اللي يعني عندها مشاريع أو الناس اللي بتدرس، يعني التخطيط كده معناه إنه في أي حاجة وفي كل حاجة. طيب، الأشخاص المعنيين بالتخطيط، يعني مثلا لو واحدة بتتفرج علينا دلوقتي من البنات الشابات اللي لسه بادئين، المراهقين، المراهقات، دول يقدروا يخططوا أو أصلا المفروض إن هم يخططوا لحياتهم؟ سؤال جميل جدا. طبعا أفضل عمر للبدء بالتخطيط هو الآن. اليوم دحين هو هذا أفضل عمر، يعني ما في عمر محدد. في إنه خلص طالما عرفتي بالموضوع ابدأ اليوم. كل ما كان التعود على التخطيط وفكرته أبدر، كل ما كان أحسن. فبالتالي في سن المراهقة مهم جدا إنه يعني يبدأوا الأطفال أو المراهقين، وغالبا من عمر 12، يحبذ إنه عمر 12 سنة يبدأ الطفل يتعود على التخطيط في حياته، يكون في برنامج يشتغل عليه، يعرف إنه مفهوم التخطيط هذا إيش هو، يعرف مفهوم الأهداف، مفهوم التطلعات، يكون واعي بإنه حيجي يوم قريب، يوم من الأيام حيختار تخصص في الجامعة. فبالتالي لازم يتدرب من عمر 12 الطفل إنه يبدأ يخطط، حتى لو يوميات، لو بشكل أسبوعي، يخطط لبرامج، ليه؟ لأنه لما نيجي على السن الحرج اللي هو اختيار التخصص حيكون صعب عليه، لأنه حيتحط كده قدام في وش المدفع فجأة، وهيكون ما عندوش خلفية عن التخطيط أو أخذ القرار، لأن التخطيط كمان بيساعد على أخذ القرار بسهولة. بالضبط. فنبدأ ندرب الأطفال من عمر 12 حتى يتطور ويتحسن عندهم مفهوم التخطيط، بناء على المعرفة والخبرة اللي حيكتسبها في السنوات التالية بعد عمر 12.
هو الأهم إنه التخطيط هذا يكون، يعني التخطيط الشخصي يكون عملية مستمرة تتطور مع الوقت، يعني مع الخبرات، مع التجارب، وهكذا، مع زيادة أفكار، مع زيادة أحلام، آمال، طموحات. فكل ما الواحد أصبح عنده خبرة في الموضوع هذا من عمر صغير، كل ما كبر حيكون أقدر وأجدر على اتخاذ القرارات، على التخطيط لنفسه، التخطيط الشخصي، وكمان على التخطيط على مستوى أكبر، مستوى دول، مستوى مؤسسات. يعني ما هم كبار المخططين في العالم لم يصبحوا مخططين هكذا فجأة، لا، أصبحوا هكذا من الصغر. حتى لو جينا قرأنا في السير الذاتية، خلينا نبدأ بالصحابة. يعني ليش الصحابة يعني كان في منهم في عمر بيحملوا المراهقة. لواء الحرب بالضبط، في الغزوات مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بالضبط، هم أبناء 16 سنة. صحيح، صحيح. فمفهوم إنه والله مراهق لسه خليه يعيش حياته، هذا موضوع تاني طبعا. لا طبعا لكن أكيد. أيوة، يعيش حياته بالتخطيط. نعم. بالظبط، الحقيقة هو موضوع التخطيط من الموضوعات المهمة جدا لحياتنا جميعا، سواء رجال أو نساء، كبار أو صغيرين. والحقيقة النقطة اللي حضرتك أضفتيها إن سن البدء في التخطيط، سن ال 12 سنة أو مرحلة المراهقة، ده سن مهم جدا جدا، لأن هما بيبقوا المفروض بينتقلوا من مرحلة الطفولة، بداية بقى مرحلة البلوغ، وإن هما يعتمدوا على أنفسهم، وما يبقاش كل حاجة ماما وبابا هم اللي بياخدوا فيها القرار وهم اللي بيخططوا. فلابد من ان هم يعرفوا قيمة التخطيط. اخيرا قبل ما نختم، تخطيط الاطفال في السن ده او المراهقين في السن ده لابد ان هو يكون تحت اشراف ابوي، يعني عمل الخطة والاب والام لابد ان هم يطلعوا عليها، ولا اطلاع الاب والام عليها ده يعني هيبوظ التخطيط؟ احنا عايزينه يخطط لوحده، فخليكوا انتوا دلوقتي يعني على جانب وسيبوه يخطط. شوفي، هو يعني صعب إنه نرمي الموضوع على الأطفال من أول مرة، يعني ما يعرفوا. طيب، فإحنا حنعلمهم بإنه إحنا اللي حنخطط بوجودهم. ممكن أول مرة يعني حضرتك تخططي كأم لبرنامج شهري مثلا، لشهر رمضان تعملي برنامج خطة، أو لسنة دراسية كاملة من بداية السنة لآخر السنة. حنعمل هكذا في أول 3 شهور مثلا، وبعدين حنعمل كده في 3 شهور الثانية. تحطي فيها برامج ترفيهية، برامج كل الأشياء اللي يحبوها، أشاركوا في بالإضافة التخطيط إلى معايا، يعني حضرتك تقصدي إن أنا أبدأ أحط الخطة بمشاركتهم اللي هي أول مرة دي؟ أول مرة، يعني خلينا نقول وهم صغار، أصغر من 12 سنة. طبعا أنا أحب إنه من بدري، يعني حتى لو قلتي يعني إحنا ما يعني بلاش نقول إنه لا يفقه الطفل، لا، حيفقه، لأنه حيتربى على هذا المبدأ. فمن بدري كل ما خططت توريهم عملت الخطة الفلانية، إيش رأيكم؟ شوفوها، حنعمل كده، أيوة حنعمل كده بداية. بعدين يصير تشركيهم معاكي، بالظبط. يلا رمضان جاي، أو حنبدأ سنة جديدة، أو حنبدأ الإجازة الصيفية، إيش تحبوا؟ كيف تكون خطتنا؟ وتعملوا خطة مع بعض. بعد كده شوية شوية لما تحسي إنه أصبحوا يتمكنوا من هذا الموضوع، تديهم مثلا تاسك أو مهمة، إنه يبدأوا يخططوا للويكند أو آخر الأسبوع. يلا في اعملوا لنا الأجازة. أنتوا الخطة مثلا، وهكذا لغاية ما أو لو تعطيهم مثلا. طالعين مثلا رحلة، طالعين بالضبط، مكان فيه يعني هم بيحبوه، فبالتالي تقولي لهم طب ما تحطوا لنا خطة الرحلة دي، ايه رأيكم؟ مظبوط، والحقيقة احنا بنتفاجئ ان هم بيحطوا خطط حلوة وافكارهم جميلة، احنا بس اللي جدا، محتاجين نديهم الفرصة. مظبوط، مظبوط. شفتي؟ فالطفل يعني عموما هو خلاص حينشأ بهذه الطريقة. شوية شوية كل ما توسعي له المهام وتوسعي له يعني تتوسع مداركه أكثر. ترى الطفل اللي بيحس بالمسؤولية وبيتحمس لها، يعني هو مش إنه حيتهرب، لا بالعكس، حيتحمس لأنه شايل مسؤولية، ويشوف نتائج المسؤولية هذه على وجيه أهله مثلا، كيف إنهم مبسوطين وفرحانين بهذه الخطة اللي هو عاملها. وهكذا يعني نبدأ بالأشياء الصغيرة، وشوية حتتفاجئي لما نكبر إن شاء الله تعالى كيف إنه أصبح إنسان مخطط وناجح في حياته.
يا رب، يا رب، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ أبنائنا جميعًا يا رب، ويجعل حياتهم كلها مثمرة وفيها تخطيط فعّال، ومن قبل كده كمان كل واحد فينا يبقى مخطط لحياته تخطيط جيد، لإن إحنا حياتنا هنُسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى أفنيناها في إيه، سواء عملنا أو شبابنا أو حتى دراستنا، فلا بد من إن إحنا نحضّر الإجابة، والإجابة مش هتتحضّر إلا لمّا نكون مخططين ليها كويس من دلوقتي. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة آمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش في التخطيط الشخصي وتطوير الذات، على هذا الطرح المميز. باشكرك شكرًا جزيلًا، وإن شاء الله ألقاكِ على خير في حلقة قادمة، وشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. انتهت الحلقة اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.